هو أنت بتتعامل مع الشخص ولا مع صورته في دماغك؟ مرات كتير واحنا بنحاول نحل مشاكلنا بنرجع نسأل نفس السؤال. هو ليه بيعمل كده؟ ليه ما فهمنيش؟ ليه بيكرر نفس الغلط؟ بس عمرنا ما سألنا السؤال الأصعب. هو احنا فعلا شايفين شريك حياتنا على حقيقته ولا شايفينه من خلال صورة قديمة مرسومة في دماغنا؟ صورة فيها مواقف قديمة وخناقات فاتت ونوايا احنا اخترعناها وبنفضل نرد على الصورة دي. العلاقات ما بتتصلحش لما التاني يتغير، العلاقات بتتصلح لما احنا نبدأ ندي فرصة حقيقية، فرصة ان كل لحظة تكون جديدة وان اللي قدامي يتصنف بحسب اللي قاله فعلا، مش اللي انا توقعته انه يقصده. جرب مرة كده تدخل خلاف وانت راكن وراك كل اللي فات وتقول لنفسك انا هسمع من جديد وهرد من جديد، ومش هحاكم الشخص ده بصورة الماضي، هحاكمه بكلامه النهاردة وردة فعله دلوقتي. ولما تعمل كده مش بس هتكون أهدى، انت كمان هتكون أعدل، والعلاقات اللي فيها عدل حتى الخلاف فيها بيكون أرحم. اللهم ارزقنا بصيرة نبصر بها أنفسنا قبل غيرنا. أشوفك على خير والسلام عليكم.